واخيرا اكتر عربيه طلبتوها مني المشطشطه الكبيره MG7. بما ان العربيه دي اتعمل عليها ريفيوهات كتير فاقول لك حاجات عجبتني وحاجات ما عجبتنيش فيها. اول حاجه واكتر حاجه عجبتني هي شكل العربيه دي. خليك حقاني، حتى لو مش بتحب العربيه فاعترف ان شكلها حلو قوي. شكلها حلو من كل الزوايا، من قدام ومن ورا ومن الجنب، شكلها من كل حته حلوه بصراحه. وتاني حاجه هي خامات العربيه دي، صعب قوي ايدك تيجي على حاجه بلاستيك او بتزيق او كده، على عكس الامجيات اللي قبل كده اللي كان فيها فعلا بلاستيك كتير. وتالت حاجه هي كراسي العربيه دي، كراسي مريحه وشكلها حلو وخاماتها حلوه بصراحه، كراسي من احلى الكراسي اللي شفتها. الازاز فريمليس ودبل فمخلي شكل العربيه حلو ومحسن العزل قوي كمان. والعربيه فعلا بتحاول تقدم لك تجربه رياضيه، من اول زرار السوبر سبورت اللي حطيته لك في الدركسيون والانيميشنز اللي موجوده في الديجيتال ديسبلاي او حتى في الشاشه العاديه. واخر حاجه هي صوت الاكزوست. انا مش بقول لك انه صوت BM يعني، بس اصلا في كام عربيه في الفئه دي بتطلع الصوت ده، هو بس يمكن الامباو. ونخش على الحاجات اللي تزعل، الحاجات اللي ما عجبتنيش في العربيه. مبدئيا فين الستاره يا MG؟ ده احنا كده هنتحمص في الصيف. تاني حاجه هي اداء العربيه، ما تفهمنيش غلط، الاداء مش وحش، بس انا كنت مستني اكتر. 300 تورك دي كنت مستني الزق في الكرسي من ورا، بس ما حسيتش بفرق عن عربيتي مثلا. رابع حاجه ان العربيه دي بنشال منها اوبشنز كتير، منهم حاجات انا شايفها مهمه زي الوايرلس تشارجر، الشنطه مثلا مش كهرباء، كل حاجات الادفانس درايفنج زي اللينك اسيست والبلايند سبوت والاداه كروز كنترول متشاله. واخر حاجه هي الجناحات اللي مش موجوده، كان نفسي تيجي بالجناحات اللي بتيجي بيها في الخليج، كانت حرفيا هتودي العربيه في حته ثانيه. لكن بدون اي تحيز انا العربيه بصراحه عجباني، ولو عايزها فهي موجوده في اكستريم اوتو بدون مصاريف اداريه وتامين شامل هديه.